والمخرج اللي ما عندوش وجهة نظر، اللي بياخد السيناريو ينفذه زي ما هو بالظبط، انا بالنسبة لي ده اخاف منه طبعا. فافضل المخرج اللي اقعد اناكف معاه ويعيدني الكتابة ونقعد نعيد ونزيد ونشتغل كتير عشان نوصل لحاجة تحمل وجهة نظرنا احنا الاتنين، عن المخرج اللي هشتغل معاه درافت او اتنين بمنتهى السلاسة، اتفضل نفذ تمام سلام عليكم. ازيكم؟ انا اسمي وائل حمدي، سيناريست، وفي البودكاست ده حابب ادردش مع اصدقائي وزملائي اللي بيشتغلوا نفس الشغلانه، يعني نفهم احنا بنعمل ايه اكتر، نشوف احنا بنعاني من ايه، نشوف نفسنا نعمل ايه. ومعايا في الحلقه دي الصديقه العزيزه والزميله والسيناريست مريم نعو. اهلا 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 اهلا. السيناريست مريم نعوم ده التايتل اللي تفضليه، ولا الكاتبة مريم نعوم المؤلفة؟ لا السيناريست. النجمة؟ لا اكيد لا. لا السيناريست، يعني دايما لما بتسأل لو حد اداني فرصة وسألني يعني السيناريست. السيناريست. اه ايه بقى السيناريست؟ مين احنا بنشتغل ايه على المدفع؟ لانه يعني مهنة السيناريو تحديدا، او الجزء اللي له علاقة ترس السيناريو في العملية الدرامية دي، ممكن يبقى غامض بالنسبة لناس كتير. في خلط ما بينه وبين القصة اللي هي ممكن تبقى رواية او قصة حتى الكاتب نفسه مؤلفها، بس قصة مش سيناريو. وفي خلط ما بينها وبين الحوار. في ناس كتير وخصوصا بقى في الجمهور بيفترض ان السيناريو ده هو الكلام اللي الممثلين بيقولوه. مظبوط. ايه هو السيناريو بالظبط؟ بص، انا بحس ان السيناريو هو خطة العمل بتاعة المشروع اللي بيتبني عليه حاجات كتيرة قوي بعد كده، اللي بيكتمل فيبقى فيه قصة وسيناريو والحوار طبعا. بس كمان اللي بناء عليه كل الرحلة بتبتدي، هو الأول عربية في القطر. فهو مش بس فكرة انه يبقى فكرة حلوة او قصة حلوة او حوار حلو، هو حاجات تانية كتير لازم تبقى متماسكة جدا. وفي ظني ان لازم السيناريست يبقى فاهم في الشغلانة كلها، يعني ما ينفعش يبقى سيناريست بس بيكتب ومش واعي اللي بيكتبه ده هيتنفذ ازاي، او مش واعي بالعملية الانتاجية، او مش واعي المخرج هيقدر يحول ده بصريا ازاي. فعشان كده دايما لما بتسأل السؤال انه السيناريو محتاج دراسة ولا لا، بحس انه دراسة عاملة ازاي، نوعها ايه، ده موضوع تاني. يعني أكاديمية، سيلف ليرنينج، ان الواحد يعلم نفسه من الورش، من ايا كان الطريقة. بس هو في حاجات لازم نبقى عارفينها، في صنعة، في حرفة بالظبط. مش مش انه مش انا عندي افكار حلوة فهعرف اعمل سيناريو. صحيح. فكرتي قبل كده ايه يعني ايه البالانس؟ يعني قد ايه موهبة وقد ايه صنعة وحرفة في شغل السيناريست؟ بحسهم 50-50. 50-50 بالنسبة لي بحسهم 50-50، والاتنين بيكملوا النقط الضعف عندك. لو انت بس عندك درجة كافية من الوعي والنضج، بيكملوا بقية الفريق. فلو انت عندك 50-50 فمحتاج شوية حاجة جاية من فنية، الإحساس انه ايه ده، الله، ده الموهبة حاضرة، بقية الفريق بيكمل معاك. والعكس. لكن موهبة فذة من غير الحرفة. بالظبط. انا عايز اقولك ان النسبة دي، يعني انا لما بدي مثلا كورس او كده، انا النسبة بالنسبة لي 51-49. 51 حرفة وصنعة و49 موهبة، لانه بفترض انه لو حد صفر في الصنعة والحرفة مش هيعرف يطلع سيناريو. يعني حتى لو انت يعني مركز في نفسك كموهبة بس من غير الصنعة انت مش هتعرف تطلع خطة العمل دي بأي شكل من الأشكال. ده حقيقي. في حين انه اللي زيرو موهبة ممكن يطلع فيلم رديء
وحش قوي بس هو هيطلع فيلم، هيطلع هيطلع ورق حاجة. يعني. فكره الصنعه والحرفه دي مهمه جدا. طيب انت جبتي الصنعه والحرفه دي منين؟ انت خريجه معهد سينما، ومن القليلين الاصدقاء السيناريستات اللي انا اعرفهم اللي جايه دايركتلي من المعهد. بس ايه اللي وداك المعهد؟ بص، انا في فتره من حياتي كنت عايشه في باريس، وحيده جدا جدا جدا، ما عنديش اصدقاء، مش عارفه اللي هي بقى فتره من 15 سنه تقريبا ل 19 يعني المرحله دي. و يعني اصدقائي الوحيدين كانوا ان انا بروح السينما. يعني انا قعدت 4 سنين تقريبا انا بروح السينما كل يوم، واحيانا اكتر من فيلم في اليوم. وبشتغل مع الدراسه عشان اعمل بوكيت ماني يكفي هذا الكم من مروح السينما، لان مفيش اسره تتحمل هذا الكم من التذاكر. ومشتركه في كل السينمات وفي كل الحاجات وكده. فوقعت في غرام السينما حقيقي، وقعت في غرامها يعني بشكل غير طبيعي. وحاولت قبل ما اجي المعهد، لان كان في كده حته مع اهلي انه كان عندي فرصه ان انا ادرس، كنت بدات رياضه بحته، فانا في حته برضو يعني سيونتيفيك قوي كده. وبعدين فحسوا ان انا بضيع حاجه الناس حقيقي بتعمل مجهود عشان توصل لها. النوع ده من الدراسه مش سهل خالص الوصول ليه، مش حتى بس دراسته. فقلت لهم انا هجرب سنه، بس لو ما اتبسطتش سنة ايه؟ الدراسه العلميه. بس لو ما اتبسطتش هرجع مصر ادخل معهد سينما. وبدات فعلا، دخلت اول السنه قعدت شهرين انا مش مبسوطه خالص. قلت لهم لا انا هرجع. فحولت الجامعه كده بس عشان ايه ما بقاش عليا البريشر بتاع ده. والحقيقه ان انا مثلا في الترم الثاني انا ما امتحنتش، والترم الاولاني ما اعرفش نجحت ولا سقطت. يعني كنت خلاص انا راجعه مصر ادرس سينما. ودخلت المعهد عشان انا بحب السينما، مش عشان عايزه ابقى اي حاجه لسه، يعني مش عارفه عايزه ابقى ايه. انت لسه كل ده احنا مش بنتكلم في كتابه، لا احنا بنتكلم في العالم ده. انا عايزه ادرس سينما، دي الحاجه اللي بحبها. وفي الاول كنت عايزه ادرس اديتنج عشان حسيت انه فكره الاديت وطريقتي ستراكشرد وكده. وبعدين دكتور محمد كامل الايوبي الله يرحمه قال لي بس انت رحت عملت كورسات في فرنسا بقى على الافيت كان وقتها وكده. قال لي بس معهد سينما انت هتيجي على الميفيولا، فتعالي بقى اوريكي الميفيولا. وبعدين قال لي طب قدمي سيناريو. قلت له انا عمري ما كتبت، ما بعرفش اكتب. انت في لحد اللحظه دي ما بتكتبيش حتى قصص قصيره مثلا او ما في؟ اوكي بكتب. اقول لك بكتب ايه بقى، ده اللي بابايا منه عارف ان انا بعرف اكتب. فانا بقول له انا ما بعرفش اكتب. بابايا قال له لا هي بتعرف تكتب بس هي مش عارفه. انا كنت كل يوم ببعت جوابات لاصحابي او لبابايا لما كان بيبقى في مصر، بحكي لهم حياتي هناك عامله ازاي، بس بطريقه هي قصص بس انا مش عارفه. وفيها حاجه ساركاستيك وفيها حاجه تحليليه جدا للواقع اللي انا عايشه. فبابايا كان شايف في ده حاجه انا بالنسبه لي بكتب جوابات. اوكي مفيش حاجه يعني. هو شايف بنا، هو شايف حاجه. بابايا شاف حاجه انا ما كنتش شايفاها خالص. كنت بتكتبي الجوابات دي بالفرنساوي ولا بالعربي؟ بالعربي. لا كنت بكتب بالعربي. اوكي. وطول الوقت حتى وانا في فرنسا كنت بقرا حاجات بالفرنساوي عشان دراستي وكده، بس انا بحب القرايه بالعربي وبحب العربي جدا، فكنت مكمله قرايه بالعربي، كتابه بالعربي، كل حاجه. وبعدين فدكتور محمد قال لي طب خلاص بصي انا هديكي كام تدريب كده اعمليهم في الصيف، ولما تخلصي هبص اقولك قدمي في المعهد ولا لا، سيناريو ولا لا. اوكي. فرحت بابايا ومامتي حبسوني في العجمي في الصيف، قعدت اكتب الحاجات دي وانا ما بعرفش اشتغل تحت البريشر اللي من النوع ده، فكان ترفيس يعني. بس كتبت الحاجات وبعدين قال لي لا قدمي. قدمت واتقبلت. وقعدت 4 سنين بدرس سيناريو. كان دكتور يحيى عزمي ربنا يديك الصحه وطول العمر، يعني ممتنه ليه واي حاجه انا فيها هو بسبب ان هو درس لي. وبعدين مشروع التخرج اللي هو بيبقى فيلم طويل، بعد ما كتبته قلت انا عمري ما هكتب تاني. انا سيناريست المشروع الواحد، سيناريست الفيلم الواحد، والله بجد قلت انا مش هعرف اعمل كده تاني. ليه؟ صعوبة البروسيس يعني؟ البروسيس كان صعب. وقعدت 2 سنين بكتب الفيلم، وبيجي لي يعني رايترز بلوك كتير كنت في النص. وكانت رحلة صعبة. وبعدين
ادركت انه ليه غالب يعني كان برضو ليه علاقه شويه بانه انا تحت البريشر برفص يعني اعمل الحاجات اللي انا يعني طالعه لانه ده مطلوب، لان ده المشروع اللي لازم يتقدم في وقت معين، بالظبط. فانت مش مستريح. اي طيب بعد مشروع التخرج الحياه العمليه بقى بدات ازاي؟ انت خريجه كام، دفعه كام؟ 2000 2000 من 2000 لحد الشمع الاحمر 2010 من الشمع الأحمر. 2010 في، وبتهيألي الشمع الاحمر هو اول علامه واضحه ولا كان في حاجه 1-0 قبله 2009 الفيلم كان قبله الفيلم كان صحيح قبله. طب ال9 سنين دول ايه بقى؟ طيب ال9 سنين دول انا في الاول وانا في المعهد كنت بشتغل في الادفيرتايزنج. اشتغلت في ثالثه ورابعه كنت فريلانسر في شركه، وبعد ما اتخرجت رحت شركه تانية فول تايم. وعادي كتير جدا بيروحوا يعملوا كوبي رايتنج، وكان يعني كانت اصلا اللي ودتني الشغلانه سوري اللي وداني الشغلانه باسل رمسيس لو تعرفوا، كان دفعتنا سيناريو بس هو ما كملش وسافر. فرحت اسبانيا تقريبا صح. فرحت واشتغلت وكده، وبعدين فجأة بعد ما خلصت وكده حسيت ان انا لو كملت في الاعلانات عمري ما هبقى سيناريست، لانها مهنة بتشفطك تماما. فخدت قرار كده جنوني برضو زي بتاع السفر كده، اللي هو انا مش هكمل في الشغلانة دي وهشوف هعمل ايه. وما كانش عندي اي بلانز. فانا فجأة من واحدة عندها مرتب ثابت بتشتغل في شركة ما اعرفش ايه، يعني في كارير واضح كده قدام في اللا شيء. وبدأت عايزة بقى اعمل افلام قصيرة، وعايزة، انا بحب التجريب واللعب عامة بشكل عام. هو بتهيالي من مزايا المعهد ان انت بيبقى معاكي دفعة. يعني انت يعني دايما بحس انه اللي ما دخلش المعهد اهم حاجة في المعهد هي فكرة انه يبقى حواليا اللي شبهي في الاقسام المختلفة، فيبقى في طموح مشترك بقى، مشاريع مشتركة يعني كده بالظبط. فدول كنت انفصلتي عنهم في فترة الشغل الاعلانات ولا على تواصل؟ لا كنت انفصلت بالذات عن قسم الاخراج. انا دفعة جندي ومعتز وامير رمسيس ووائل منظور وكده، بس يعني لما تفكر دلوقتي يعني جندي ومعتز مثلا هم كوميدي جدا وانا في حته دارك جدا، فاللي هو هنعمل ايه؟ بس اقول لك حاجه، مشروع تخرجي كان مع جندي وكان فيلم جميل ومش كوميدي. ده القصير القصير كان فيلم جميل، هو كان عامل فيلم جميل حقيقي. ده اكيد الناس هيبقى عندها فضول تشوف. لا كنت انفصلت عنهم شويه. كانت علاقتي مستمرة جدا بزمايلي السيناريستات، كانت نجلاء الحديني ونادين شمس الله يرحمها، دول كنا فضلنا مع بعض. محمد فريد كان دفعتكم ولا اصغر مننا بدفعه؟ اوكي بس اكبر. سمعت. بس المهم لما سبت ده وبدات يعني قلت هعمل كل الحاجات، هجرب في كل الاتجاهات. فاشتغلت في الدوبينج، اعمل الحاجات بتاعت الكرتون، اكتب العربي الاعداد، وعملت افلام تسجيليه اخرجتها وعملت الاعداد، وكنت كل يعني بعمل كل حاجه. اشتغلت في الترجمة، في أفلام قصيرة، في دوكيومنتريز، برامج، كل حاجة. بص يعني لعبت حقيقي، لعبت كل الألعاب. وكان بس في تارجت، يعني في تارجت ان انا عايزه اعمل في اللحظه دي، كان التارجت بتاعي ان انا اعمل افلام قصيره. كان ده بس. يعني عايزه اعمل، وكنت بقعد اكتب واقعد مع اصحابي. اول فيلم اشتغلت عليه على فكره كان إيثاكي بعد التخرج مع ابراهيم بطوط. اوكي. فكنت في الاندبندنت سين مع اصحابي، هم دول كانوا اصحابي بقى. ايوه. وبعدين كان مشروع التخرج نفسي ابعته لأسامة فوزي الله يرحمه. فجاري كان بيشتغل معاه مجدي عارف مهندس الصوت، فكان بيشتغل معاه في بحب السيما، فقال لي هديله السكريبت. فبعت له السكريبت، كلمني قال لي انا قريته وعجبني، انا في براغ بعمل الصوت، لما ارجع هكلمك. وده كان بالنسبه لي خلاص شكرا. ايه ده. فقعدنا وحاولنا نشتغل على الفيلم، بس للاسف التجربه ما وصلناش لحاجه. ولكن هو عرفني على كامله. اوكي. فكامله قالت لي عايزه تعملي ايه، كنا في 2004. فبقى لي 4 سنين بلعب يعني بقى كده، ومامتي شايفه ان انا ضيعت مستقبلي
ما بهزرش، وخناقات كل يوم، يعني انه انت ضيعتي مستقبلك، انت في الاخر سبتي كل حاجه وجيتي ما بتعمليش اي حاجه كده. وبعدين لما قعدت مع كامله قالت لي عايز تعملي ايه، قلت لها نفسي اعمل فيلم عن مصر دلوقتي في اللحظه دي، وعايزه اعمل فيلم عنده ستراكشر معينه، الاحداث في يوم واحد، شخصيات كتير، يعني كنت شايفه الحاجات والحدث عن الكوره، لان دي الحاجه اللي بتجمعنا، الحاجه الوحيده، وده كان قبل الثوره، فكان يعني ده كان احساسي ساعتها، ان مفيش حاجه هدف قومي واضح، بس الناس بتتجمع على الكوره. صح. وبدانا نشتغل. كتبت الفيلم على ماتش وهمي الاول، مش لاقيين انتاج. 2006 كسبنا الماتش، فعدت كتبت الفيلم على الماتش بتاع 2006، مش لاقيين انتاج. وصلنا 2008 كامله بقى مثابره جدا، بتلفت بالفيلم على كل المنتجين والممثلين، ويعني انا برضو I owe her this، يعني ممتنه لان هي على المشروع طبعا، وخصوصا ان هي في الفتره دي اللي هو من 2004 ل 2008 عملت 3 أفلام هي عملت اصلا يعني فهي ما كانتش مضطره انها ترجع تاني تحاول بالظبط. فلغايه لما في 2008 كلمتني فجاه كده، قالت لي بصي انا عرفت ان في مسابقه اسمها مسابقه ساويرس للسيناريو، روحي قدمي السكريبت. فرحت قدمت في اخر يوم، يعني الباب قفل على صباعي حرفيا، انا اخر واحده كالعاده يعملوا عقبال ما جمعت. قدمت، وبعدين كان في اللجنه الله يرحمه استاذ وحيد حامد، واستاذ وحيد عندي معاه رحله تانية كمان من ايام المعهد. فبعد ما اللجنه خلصت وطلعت قراراتها وكده، هو كلم استاذ ممدوح الليثي برضو، قال له بص في فيلم كذا كذا كذا، كلم كامله. فبالتوازي حصل بقى انه هو كلمنا عشان نعمل الفيلم، والفيلم اخد فعلا جائزة سيناريو. كان ساعتها مناصفة مع هيليوبلس احمد عبد الله. وعملنا الفيلم واتعرض في فينيس. فكان ويوم العرض الخاص في مصر، مامتي يعني بعد الفيلم قالت لي لا كان عندك حق، دي اول مرة من 2000 ل 2009 شافت انه لا كان في حاجه، بس هي كانت الحاجه دي محتاجه وقت عشان يعني اروح لها. وانا شخص بيحب ياخد وقته، مش مستعجله بشكل عام. ف I was okay، يعني انا ما كنتش حاسه لا اني فشلت ولا ان انا متاخره، كنتش حاسه باي حاجه نيجاتيف يعني انا بتخيل دايما انه الاوقات الطويله اللي زي دي في البروسيسنج كده، اللي هو كانه زي التكييف اللي بيقوم كده كل شويه يقوم فانت بتجمعي حاجات، بتعملي مخزون، يعني بتروحي لمناطق يعني ممكن ما تبقاش واضح قد ايه مفيده دلوقتي، بس هتطلع في عمل، في مسلسل، يعني فهو ما فيش 9 سنين راحوا بالتأكيد. يعني هقول لك حاجة، بالذات المؤلف ثم المخرج، الاثنين دول بالذات مفيش أي حاجة هي بتروح في حتة، هي كله زي ما انت بتقول هو مخزون وبيطلع في وقته لما بنحتاجه. فهي كلها يعني خبرات متراكمة بتخلي الواحد أنضج، بتخلي الواحد عنده خبرات أوسع. فأنا بصراحة عمري ما حسيت خالص إن أنا ضيعت وقت، وحاسة إن أنا الفيلم اللي طلع كتب منه هما هي كنا 15 درافت، بس هقول ان هما 3 فيرجنز اساسيين كبار. الفيرجن الاخيره هي اكيد انضج من الفيرجن اللي كتبتها قبليها ب4 سنين. فلا كنت حاسه انه ده اللي انا كنت محتاجاه عشان اعرف اخد خطوه مرتاحه فيها. ايوه. طيب كامله، انت يعني علاقتكم بقت اشبه بالدويتو في الفتره دي. يعني انا ما كنتش اعرف انه الرحله 5 سنين قبل ما الفيلم يتعمل، فاحنا بنتكلم على 5 سنين رحله صناعه الفيلم الاولاني، وبعدين مسلسلين كبار مهمين، ذات، ثم سجن النساء، ثم واحة الغروب النص الاولاني من واحة الغروب، ثم زي الشمس هي اخرجت جزء في الاول وبعدين ما كملتش المشروع. عندنا عندنا رحله طويله، في كانه ديو، يعني كانه دويتو كده، مخرج سوا. بعد كده بقى في اشبه بدويتو تاني مع كريم الشناوي حاليا ومستمر. العلاقه مع المخرج دي دايما، يعني علاقه السيناريست بالمخرج دايما تبدو غامضه
احيانا للطرفين هم نفسهم ما بيبقوش فاهمين المفروض العلاقه دي تمشي ازاي، وشويه بتبقى كمان ملتبسه عند اللي بيتفرج او حتى عند الكرو. يعني ساعات بحس انه الممثلين مثلا مش عارفين ناخد من ده ولا من ده، زي طبعا كل بقى ما له علاقة بالمشاعر السلبية الطبيعي جدا انها تظهر في علاقة ما بين اتنين كل واحد فيهم شايف ان هو يعني الكرييتور بتاع العمل ده. كل واحد شايف ان هو وجهة نظره هي اللي المفروض يعني شايلة العمل. فانه سيناريست يقدر يعمل دويتو واتنين في فترة شغله، ده معناه انه عنده قدرة كبيرة على كيفية التعامل مع المخرجين. ايه الروشتة بقى يا استاذ؟ انا هقول لك انه في كمان حد في مريم مبعوف كمان عملت معاها 3 مشاريع. اوكي. فهم يعني بس مريم مبعوف مشاريعها معاكي مع سرد اكتر. مع سرد. صح. مظبوط. انا يعني انا عشان كده قصدت انه كاملة وكريم، لانه انت اللي في صح. واجهة المشروع كسيناريست يعني. ايه الروشتة؟ اولا انه نحيد الايجو. ده اول حاجة لازم تحصل، ولازم ده يبقى ما بين الاتنين. يعني لو واحد بس حيد الايجو بتاعه والتاني لا، هيكبر الايجو هتفرقع في وشنا احنا الاتنين. فاول حاجة في رأيي وبشوف انها مهمة جدا في الشغلانة بتاعتنا، بجد الناس لازم تشتغل على الايجو بتاعها، لانه معطل، بيبوظ مشاريع. يعني ممكن اصلا اعمل حلقة تانية بقى معاك عن الايجو عشان ده مهم، بس يعني خلينا دلوقتي ان ده اول حاجة. وفكرة انه احنا الاتنين جايين عشان نعمل مشروع حلو. انا مش جاية احقق طموحاتي من خلالك ولا العكس. احنا الاتنين جايين نحقق المشروع. المشروع هو الاهم، مصلحة المشروع هي الاهم. هنعمل ايه بقى عشان ده يحصل؟ وبحس انه اي خناقات لازم تحصل على السيناريو وهو مكتوب، ما تروحش للتنفيذ. مشاكلنا كلها نحلها قبل مرحلة التنفيذ. اختلافاتنا نناقشها، خناقاتنا نتخانقها، كل الحاجات. احنا هنتخانق طبيعي عادي. في ساعات بنتخانق وساعات لا، ممكن نختلف او هنختلف يعني على ده. ساعات الاختلاف بيوصل لخناقه لما الايجو بيدخل. ده في رايي، لانه لو الايجو مش موجود ومفيش فكره انه ده مشروعي، لا ده مشروعك، انا كلمتي، انا الكاتب عارف اكتر، لا انا اللي هخرج فانا عارف اكتر. لو ده مش موجود مش هتتحول لخناقه، هيبقى اختلاف في الراي قد ينتهي على فكره بفكره انه احنا مش عارفين نعمل مشروع مع بعض، بس من غير ما نتخانق. تمام. وعلى فكره دي حصلت مثلا بيني وبين مريم مبعوف في مشروع. انه احنا وصلنا انه احنا مش هنعرف نعمل مشروع مع بعض، بس عملنا بعديه حاجات تانية ما فيهاش خناقه بقى، لانه الموضوع جاي من فكره ايه، انه المشروع ده احنا وجهات نظرنا مختلفه تجاهه، وهو احنا بنعمل ايه غير وجهات نظر. يعني احنا شغلانتنا اصلا كلها قائمه على انه انا عندي وجهه نظر ما فبكتبها، والمخرج عنده وجهه نظر فبيحول المكتوب ده لشيء بصري يحمل وجهة نظره هو كمان. صحيح. والمخرج اللي ما عندوش وجهة نظر، اللي بياخد السيناريو ينفذه زي ما هو بالظبط، انا بالنسبة لي ده اخاف منه. طبعا. لانه طب انت فين من ده؟ قول لي حاجة. لا انا عايزة وجهة نظره عشان هو في الاخر هو اللي هيحول ده لمعادل بصري. فمن غير وجهة نظر انا بخاف طبعا. فأفضل المخرج اللي أقعد أناكف معاه ويعيدني الكتابة ونقعد نعيد ونزيد ونشتغل كتير عشان نوصل لحاجة تحمل وجهة نظرنا احنا الاتنين، عن المخرج اللي هشتغل معاه درافت أو 2 بمنتهى السلاسة، اتفضل نفذ تمام سلام عليكم. يعني 100%. فجزء من النجاح الموضوع انه خلاص نفهم انه يا جماعه الايجو مش محله هنا. الايجو نستعمله في اماكن تانية، او ما نستعملوش يا ريت، بس تمام. وانه احنا ممكن نختلف لكن الموضوع مش محتاجين نتخانق، وانه ما نبقاش كمان، ودي مهمه جدا كمان عند المخرجين اكتر من السيناريست، ودانيين. ليه؟ السيناريست عامه بيشتغل لوحده او في ورشه، بس هو في الكومفورت زون بتاعته، هو في الامان طول الوقت. المخرج بيشتغل بره الكومفورت زون بتاعته
بطبيعه المهنه. بيسمع رأي مهندس الديكور وبيسمع رأي والممثلين والمنتج والانتاج والناس اللي حواليه وكل حاجه، كل واحد يقول له فلازم لا دي مش حلوه، لا دي مش بالظبط، عارف ايه. فلازم يعرف يفلتر. ما مم. بقولش انه ما يسمعش، بس لازم يعرف يفلتر. مم. ولازم في الاخر لما هيرجع بكل الحاجات دي للسيناريست، في الاخر اللي هم هيوصلوا له ده اللي يثبت بقى عليه مم. لما يدخل ينفذ. يبقى واثق فيه. بالظبط. يعني هي الفكره انه محتاج يبقى واثق في احساسه الاولاني تجاه المكتوب، مش كلمه توديه وكلمه تجيبه. وواثق في البروسيس اللي ما بينه وما بين السيناريست. مم. وعلى فكرة الثقة عنصر اساس. أساسي في العلاقة دي. لو ما فيش ثقة في حاجة بتختل وبتعمل مشاريع، ممكن في الآخر مشروع يطلع حلو بس مش هنكرر التجربة، لأنه في الآخر انت العملية الإبداعية دي والبروسيس انت بتطلع كل الهشاشة اللي جواك، يعني عارف بتطلع كل مخاوفك وكل مش بس نقط النص، ضعفك وكل حاجه يعني. انت طبعا. كبني ادم. طبعا. فلو ما فيش الثقة دي انه احنا في ظهر بعض بنحمي بعض من ال من مشاكل الصناعة let's say يعني كده، فهنا برضو هيبقى في مشكلة لو انت حاسس ان انت لوحدك يعني. هل ممكن يحصل مع مخرج خلاف كبير بسبب الايجو، وبعدين نرجع نشتغل مع بعض تاني؟ يعني المشاكل اللي بتحصل بسبب ده يمكن تجاوزها ولا بتبقى ديل بريكر؟ يمكن تجاوزها لو الإيجو ده كان جاي من فكرة، مثلا الناس في البدايات أحيانا بتصدر الإيجو عشان تخبي مخاوفها وإحساسها إنه مثلا ده مشروعي الأول، أنا مثلا مخرج ببتدي بس معايا نجوم كبار فأنا بصدر صورة عشان أنا أحمي جامد. نفسي. دي بعد شوية لو هي جاية من المنطقة دي بعد شوية بتقل، لأنه الناس بترتاح وتبتدي يثق في نفسه. بالظبط، فممكن نتجاوزها. لكن لو هي جاية من الإيجو فعلا بقى، فكرة إنه اللي هي كمان هتتضخم كل ما نعمل أحسن. هنا أنا شخص معرفش أشتغل في الأجواء دي، لأن أنا روضت الإيجو بتاعي من زمان، فمستخبي جدا. فمش عايزة حد يضطرني ان انا اطلعه اجنن عليه. لا بجد والله العظيم بجد، يعني انا عارف المارد انا مش عايزه المارد ده يطلع، فعايزه ابقى في اجواء صحيه ما فيهاش انا مين وانت مين والحاجات دي ما بحبهاش وما بعرفش اشتغل بيها. وفي نفس الوقت مع السن كمان بقيت حاسه انه انا اشتغلت كتير جدا مع مخرجين مختلفين كتير في أجواء جزء صحي وجزء غير صحي على الإطلاق، ومشاكل ومش مشاكل، يعني لعبت كل الألعاب. ففي اللحظة دي في السن ده مختارة إني أنا عايزة أتبسط بالشوية اللي فاضلين اللي هفضل أشتغلهم. مش عايزة لا اتخانق ولا أدخل حروب ولا صدامات. أنا بحب الشغلانة دي أصلا، يعني أنا داخلة الشغلانة دي عشان بعمل الحاجة اللي بحبها. فاستحملت حاجات عشان أعرف اشتغل الشغلانه. دلوقتي ما بقتش مضطره استحمل ده. ف يعني أكيد. فمش عايزه خالص النوع ده من الصراعات. فكره ترويض الايجو عندك، يعني انا ممكن المسها جدا واكد عليها، يعني لانه لولا كده ما كانش يبقى النجاح الواضح في فكره كتابه جماعيه. كتابة جماعية يعني أول حاجة ممكن تكسرها هي الإيجوهات المتصارعة يعني. وانتي من أوائل الناس اللي عملت فكرة فريق الكتابة أو الرايترز روم أو ورشة الكتابة، ويمكن أول واحدة عملت ده، أو يمكن كانت عزة شلبي قبلك في مسلسل أو 2 بس تقريبا في نفس الفترة اللي تتعمل فيها في مسلسلات درامية، مش سيت كوم، مش مسلسل حلقات منفصلة وارد جدا ان كل كاتب بيكتب حلقة وفيه هيد رايتر بيشرف. لا، المسلسل الدرامي المتصل حلقاته متصلة اصعب بكتير جدا في إدارة الفريق.
انت خدتي القرار ده او اكتشفتي امكانياتك في انه نعمل ده امتى؟ طيب انا كنت مع عزة في اول ورشة عملتها، اوكي. اعتقد كان اول مشروع بس انا ما كملتش. اوكي. حملت ساعتها، وكان ضغوط الصراعات اللي جوه البروسيس مش قادره اتحملها مع الحمل. حاولت وصلت مثلا لو الشهر السابع قلت لهم انا يا اكمل الحمل يا اكمل المسلسل. اوكي. سلام عليكم. اوكي. الكلام ده كان في 2007. اوكي. وهرجع بس خطوه قبلها، ان احنا في معهد سينما احنا اسمنا ورشه سيناريو، ورشه دكتور يحيى عزمي، مش عشان بنكتب مع بعض بس عشان بنسمع وبنسمع مشاريع بعض وبنقراها وبنتكلم، والمحاضرات بتاعتنا طويلة ونقعد نتناقش. فشوية ده يعني كان جزء من الموضوع. بعدين لما دخلت الادفرتايزنج، انت في الاعلانات بتقعد تعمل برين ستورمنج لفكرة، الفكرة دي الناس بتشوفها منسوبة للشركة، محدش يعرف مين طلعها. ايوه. فانا اصلا مش موجودة. أيوة. وواحدة من القواعد ان احنا لو حضرنا اجتماع مع ناس بره الشركة، محدش ابدا يقول انا قلت او انا عملت او دي فكرتي او كده، احنا بنتكلم احنا. فحتى الكلاينت مش عارف هو مين قايل ايه جوه الفكره. اوكي. دي فكره المجموعه. فدي حاجات كده بالتراكم وصلتني ان لما دخلت ابتدي اشتغل انا جايه دول في جاهزه. ال9 سنين بالظبط اللي احنا بنقول انه ضاعوا. بالظبط. يعني وهم حقيقي اتعلمت حاجات كتير. فانا اوريدي جايه عندي الباك جراوند بتاع فكره الشغل الجماعي، وفكره انه المهم ان الفكره حلوه، مش مهم مين قال فيها ايه. واحيانا في الاعلانات بالذات انت بعد شويه مش عارف مين قال ايه اصلا، لان انت بتقعد تبني 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 تبني. انت الفكره دي فعلا بتاعت المجموعه، ما تقدرش تمسك مين قال انهي كلمه وانهي انسايت وكده. ايوه. فانا كنت جايه، رحت للعزه يعني جاهزه بالمايند سيت ده. وكنا بنشتغل انا ونادين شمس في الاول خالص، فاحنا كمان دفعه واحده واصحاب جدا، فتمام. وانا اعتذرت وما كملتش، هم كملوا المسلسل. وبعدين عملت 1-0 اتعمل يعني، كاتباه اوريدي. وبعدين كلمني استاذ جمال العدل عشان بالشمع الاحمر، تعالي اعملي مسلسل يسرى 30 حلقه. قلت له ما اعرفش اعمل مسلسل 30 حلقه اصلا. يعني هو يعني ايه 30 حلقه؟ يعني لا اعرف اعمل مسلسل ولا 30 حلقه. وكان اخراج استاذ سمير سيف الله يرحمه. أيوة. ودكتور سمير كان بيدرس لنا في المعهد كل حاجه ويسرى يعني. فكل حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. فقلت له انا ممكن اجيب اصحابي معايا، هنبقى مجموعه. والله عملت كده. قال لي ماليش دعوه انت اللي قدامي. قلت له تمام. فكلمت نادين ونجلاء ومحمد فريد. اوكي. ورحنا نعمل المسلسل مع بعض. اتعلمت فيه حاجات لانه ما كانش لسه انا مدركه يعني ايه هيد رايتر. فاحنا 4 بنكورايت. انتوا داخلين انتوا ال4 يعني من غير سواق. بالظبط. دي مشكله طبعا. وادركتها في المشروع ده. بس احنا في الاخر 4 زي بعض بالظبط. يعني انا ما كانش هينفع اقول لهم بصوا انا هبقى الهيد رايتر وانا اصلا بكتشف وبتحسس طريقي في المسلسلات. فتعلمت انه لا، لازم يبقى فيه هيد رايتر بصرف النظر عن ملهاش علاقة بإحنا كلنا نفس دفعة واحدة أو كده. إحنا ممكن على فكرة مثلا نبقى إحنا 3 أو 4، أنا هيد رايتر على المشروع ده وأنت على التاني وأنت وحد على التالت، وبنتبادل الأدوار. لأن هي محتاجة بس حد يبقى سايق، لازم. مش معناها إن الباقيين ما بيعرفوش يسوقوا، بس معناها ان هم محتاجين حد شايف 360 بس بالزبط. يعني حد يبقى وترجع انت في كرسي يعني مع الركاب على الاقل، عشان لما حد يتكلم مع المخرج ولا المنتج ما يلاقيش نفسه قاعد مع 4 اصوات في وقت واحد وكده يعني. وكمان عشان في الاخر الحلقات لازم في حد يعمل الاوفر فيو بتاع الحلقات كلها على بعضها برضا الاخرين، وفهم انه انا مش جاي اعدل عليك، بس احنا لو في الثقه دي جوه الرايترز روم لازم حد يبص بصة الأخيرة دي، يبقى شخص طبعًا واحد بيبصها. فعملنا المسلسل وكانت تجربة لطيفة جدا وبوند رهيب ما بيننا احنا ال4، لأنه احنا يوميا بقى، وأنا كنت لسه مروان صغنن خالص فبيجي معانا وكده يعني. وبعدين بعديها اتعرض عليا ذات وبدأت كتابته لوحدي، لأنه كان مبني على أصلا فكرة عندي إن أنا عايزة أدمج. أنا كنت عايزة أعمل حاجة
عن تاريخ اجتماعي لمصر في الفتره من ثوره 52 لغايه كان ساعتها في 2010. فلما قالوا لي زاد قلت طب انا هدمج الحاجتين في بعض. فبدات لوحدي واشتغلت تقريبا لحد الحلقه 20 مثلا لوحدي. ثم لما كامله قررت تكمل مونتاج واستاذ خيري يجي يكمل الحلقات الاخيره، نجلاء جت تكمل معايا لان بقيت انا ايه مش قادره اواكب. انا وكامله ايقاعنا زي بعض شويه بس ما بقتش قادره اواكب الايقاع بتاع احنا لازم نخلص دلوقتي. ايوه فنجلاء جت اشتغلت معايا وكملت معايا المشروع وفضلنا بقى يعني بس خلاص. ده ما يعتبرش ما يعتبرش رايترز روم، ما يعتبرش لا ورش. مش رايترز روم. اول بقى ورشه موجه حاره على ايدك اللي هو يلا نعمل موجه حاره في وقت ضيق جدا جدا. وبعدين وعايزه انتهز الفرصه دي. انا عايز احكي القصه دي من وجهه نظري. انا هسيبك تحكيها بس اقول تفصيل عشان انا اي او محمد امين راضي اعتذار في الحته دي. انا وقتها كنت صغيره جدا وجالي المشروع انه راضي كان على المشروع واعتذر. فكان كاتب حلقات قلت لهم طب انا مش هقرا الحلقات اللي راضي كاتبها، انا هبتدي من الصفر. بس انا ساعتها ما كلمتش راضي اقول له يا راضي انا جالي كذا كذا كذا، انا اشتغلت على طول. دلوقتي بعد السنين دي كلها لا كان لازم اكلمه لان دي بقى اخلاقيات المهنه اللي بنكتسبها مع الوقت والتجربه. بس طبعا. انا ساعتها كنت حاسه ان هو اعتذر وهم انا واثقه فيهم كده معاهم بالظبط. فتمام. فانا بعتذر لراضي. لا طبعا كنت في حلقه تانية مع محمد رجاء وبرضه نفس الموقف، ويمكن في نفس الفتره كان حصل له في مشروع تاني. احنا بنتعلم مع الوقت، يعني بنتعلم البروتوكول بتاع الشغلانه يعني. لكن موجة حارة بقى، لان انا في حاجه بحكيها دايما من وجهه نظري عن موجة حاره وما ببقاش شايف السايد التاني بتاعها، ولما بحكيها بيقولوا لي طب ده حصل ازاي؟ اقول لهم ما اعرفش، يا مريم هي اللي عارفه. فانا فانا اللي حصل بالنسبه لي في موجة حاره ان انت لما كلمتيني عن المشروع كنا في يناير وكان رمضان في يوليو، انا فاكر الحاجات، وقلت لي بنعمل روايه منخفض الهند الموسمي لأسامة انور وكاش، هنعملها مسلسل. فاللي هو اول حاجه جت في بالي ان احنا مش رمضان، فانت قلتي رمضان ده 6 شهور بس، قلتي لي ان شاء الله لسه في وقت بتاع محمد ياسين متحمس للمشروع. وبعدين قرينا وقعدنا قعداتنا الاولانيه اللي كان فيه تيم كبير في القعدات الاولانيه، وعملنا معالجه وكتبنا اول 5 حلقات، وكنت انتي اللي بتعملي السيناريو الستراكشر بتاع الحلقات سين باي سين، وكل واحد بياخد حلقة يكتبها بقى مشاهد وحوار وكده. وفي اول مارس انا فاكر التاريخ 5 مارس قلتي لي انت كل ده انت اللي بتتعاملي مع ياسين. ففي 5 مارس قلتي لي استاذ ياسين مش عاجبه الحلقات وهنهد ونبدا من اول جديد. احنا بنتكلم دلوقتي على فاضل 4 شهور على رمضان، وكانوا محددين وقت تصوير افتكر يمكن نص مارس حاجه كده. فلو قلت لك طب خلاص احنا مش رمضان ده بقى دي لا هنعمل ده. وقلت لي انا هبعت لكم مشاهد باللوكيشنز. يعني احنا كنا في ال5 حلقات اللي كتبناهم وتهدوا عرفنا ان وائل بيعرف يكتب الحته الفلانيه، وهلا الزغاندي بتعرف تكتب كذا، وادهم كذا، ونجلاء كذا، ونادين الله يرحمها كذا. فانت بداتي تدينا مشاهد من الحلقات ال30 قدام باي لوكيشن حسب هو هيفتح ايه، وبتبعتي لي وتقولي لي ده هيبقى تقريبا قبله كذا وبعده كذا. انت فاكر حاجات انا ناسياها. لا انا كان بالنسبه لي ده احنا في السيرك. يعني انا بالنسبه لي احنا بنعمل شيء انا مرعوب من نتيجته لما اتفرج عليه، بعمل كل اللي اقدر عليه. انت بتبعتي لي مشاهد حلوه قوي بس انا مش عارف ايه اللي قبلها وايه اللي بعدها، وبكتب وببعت والحاجه بتتصور وانا مش متخيل خالص ان ده هيبقى كويس على الشاشه. ثم كانت المعجزه يعني ان هو حاجه لحد دلوقتي اعتقد الناس بتعتبره من اهم المسلسلات. ودايما لما بحكي التجربه دي بقول انه ده توفيق رهيب من عند ربنا طبعا. التجربه دي ممكن تتكرر 100 مره وما تنجحش. لكن السؤال بقى انت كنت بتعملي ايه؟ انا ما اعرفش انت كنت بتعملي ايه. يعني انا ما اعرفش انت كنت في الشركه مع ياسين
عامله ايه يعني؟ شايفه الخريطه دي ازاي؟ بص هقول لك حاجه، اول ميتنج احنا بقينا اصحاب بعد المسلسل، بعد المسلسل ده صح. لانه انا فعلا يعني لو انا اتعلمت حاجه جديده تمام، فانا عايز اعرف انت عملتيها ازاي. بص هقول لك حاجه، انا دي بقى مستر رياضيات. مم. هقول لك. الهندسه ايوه 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 والله بجد. آه. انا اول ميتنج قابلت فيه استاذ ياسين بعد ما قريت الروايه، رحت له، عارف فرخ بتاع الكرتون بتاعت زمان اللي كنا بنعمل بيه المجله بتاعت الحيطه دي، معايا فرخ كده، داخله بيه الاوتيل، كنا بنتقابل في اوتيل في دريم عشان جنب بيتي، فردت له البتاعه دي، قلت له ده المسلسل. مم. فانا شايفه المسلسل من اوله لاخره كله، مم. بكل الخطوط بكل التفاصيل وكده. النقاشات اللي مع ياسين بيبقى فيها احنا بقى عارف مفصلات، مم. مشهد عاجبه، تفصيلة عاجباه، حاجة من الرواية هناخدها، حاجات هنسيبها، احنا غيرنا كمان كتير عن طبعا. الرواية. اه فكنت باخد الحاجات اللي هو شايفها قوي دي، بسقطها في أماكنها، عشان أنا عارفة دي مفاصل أنا لازم أروح لها، لازم ألاقي طريقة أروح لها، عشان هو شايف ده دي جدا الفيجن بتاعته بالظبط، وأنا عايزة أحقق له ده، بس عايزه احققه بطريقه ما تبقاش مقحمه او كده. فخدت بقى المفصلات دي، كنت باخد المفصلات دي وعارف اسوق كده عشان اروح لها. فالحقيقه الفتره اللي حتى كان فيها 5 حلقات رميناهم في الزباله، هو كنت رؤيتي للمشروع على بعضه كانت بتكمل، كنت بقعد اكمل ده. فعشان كده كنت ببقى عارفه مثلا لما ببعت حاجه هي قبلها ايه وبعدها ايه، لانه انا عارفه انا رايحه فين. الخريطة. رسمه الخريطه، وشايفه بالحلقه، حلقه شايفه كل الحاجات. فاللي بعمله ان انا بدخل جوه الحلقه دي اللي هيحصل فيها كذا لكذا، مثلا هنعمل دلوقتي عايزين اللوكيشن دي، هنصور المشاهد المعينه. واحيانا مثلا لانه خلاص صورنا حاجات، فاقول انا كنت هعمل المشهد ده كان في خطتي، بس خلاص مش هينفع عشان احنا صورنا مثلا حاجات تانية، فاشيله. بس هي محتاجه قدر من التركيز، وانك تبقى واعي جدا اتصور اتشال. وده كان بقى بيجي لي بقى من المخرج المنفذ، ان احنا بصي احنا شلنا ده، احنا ضمنا كذا، فبقى عارفه انا هو نوع من الاديتنج على الورق كمان. ايوه اظن اللي يعني انقذني في ده ان انا مخي متركب كده، طريقتي في التفكير يعني. لكن لو شايفه كانك شايفه ماتريكس يعني. لكن لو انا مش شخص ستراكتشرد، لا مستحيل. ففكره ان انا هبتدي كتابه واسيب نفسي للكتابه عشان انا مش هذا طريقه التفكير، لو كنت كده ما كنتش عارفه اعمل ده، لان الحاجات بتيجي وانا ماشيه. لكن لان انا عارفه انا من الاول عايزين نروح فين. بس احنا بنتكلم في وقت كمان يعني اللي هو 3 شهور، اقل من 3 شهور كتابه مع التصوير في نفس كان عندك داوتس بقى يعني اللي هو واحنا في البروسيس ده؟ لا استاذ ياسين من كتر ما كنت شايفه هو شايف قد ايه، شايف المشروع وقد ايه جواه، لا خالص. يعني كنت عارف اللي هو ايه، خلاص احنا داخل، انا فعلا شمرت ونطيت في البحر يعني. وفاكره ان بالنسبه لي دي كانت مرحله قاسيه، ابني كان صغير، وكنت بقى باخده معايا الشركه، واخده معايا يعني، كان برضو حتى لوجيستكس المرحله دي كانت بالنسبه لي طبعا معقده جدا. كنت ساعات بروح انام في المكتب يعني، اللي هو لان هو مثلا هو الوقت مثلا الوحيد المناسب ليه ما بين التصوير والاديت والحاجات 2 بالليل، فانا ومروان نايمين في المكتب حرفيا مستنيه 2 بالليل هنقعد نشوف هنعمل ايه وبعدين وهكذا. فهي كمان عايزه حد برضو، هي الشغلانه عامه. والله ما انا جايه النهارده في الطريق اما عماله افكر كده، اقول الشغلانه دي محتاجه ايه. انت لازم تبقى فايتر، انت مقاتل بكل اقسامها. بعد التجربه العنيفه دي بقى في تأسيس أكتر لفكرة الرايترز روم أو ورشة الكتابة والمشروع اللي عملناه بعدها إحنا يعني مع بعض
انت تحت السيطره كتبتي لوحدك. تحت السيطره لوحدي. يعني عارف بقى في تنوع لحد ما بقى في فكره الرايترز روم مع سقوط حر. مع بس سقوط حر بالظبط. بس كان لسه ما فيش اسم سرد ما كانش في سرد. سرد كان بعد سقوط كان حر، بسبب سقوط حر، او يمكن الميكانيزم اللي حصل بسبب خناقات التترات. اوكي. والله يعني انا بتخانق للكتاب على انا كنت جاي التترات. لك في دي. طب هسيبك ما انا جاي لك في دي. لا ما انا يعني انا عايز افتح لانه سقوط حر كانت ما شاء الله تتر الكتابه فيه يعني حاجه لوحتين تقريبا. وبعديها ظهرت سرد، وبقى دايما في فكره انه انا فين وانا بعمل ايه وايه التايتل بتاعي وكذا. فانا عايز ادخل للمنطقه دي عشان ده الترتيب، التترات، الكريدتس. بص هقول لك حاجه. هي مشكله الكريدتس كانت بدات اشمها كده شويه قبلها، بس في سقوط حر اللي حصل المشكله ما كانتش جايه من الكتاب. المشكله كانت جايه ان انا عايزانا كلنا في التترات البدايه. ففوجئت، وده كان الاتفاق مع الشركه، ففوجئت انه اظن مثلا جايز انا وانت في تترات البدايه والباقيين كلهم في تترات النهايه، حاجه كده. ف ودي من المرات النادره اللي اتخانقت فيها خناقه كبيره مع جهه، لان انا عامه ما بعملش كده اصلا يعني. فحسيت انه لا، انا محتاجه يبقى في كيان، وبالتالي الاتفاق مع هذا الكيان ده عباره عن ورشه في كتاب، الناس دي كلها اساميها بتتحط على التترات، بتتحط على تترات البدايه. ف اتس باكج، يعني تيك ات اور ليف ات بقى، يعني احنا على بعض كده. فبعد سقوط حر حسيت ان لا، لازم يبقى فيه كيان، لازم الورشه دي. وتدريجيا هي بدات، ما كانتش ليها اوراق كشركه. بعد واحده واحده بدات اعمل الحاجات اللي منطلقه اصلا من حاجتين، من فكره ان انا عايزه اسات كده، احط يعني عرف ما انه الاسماء الناس تتحط بالطريقه المناسبه، وان احنا عمل جماعي. فبالتالي انت مش يعني فكره ان انا جهه الانتاج بتتفق مع مريم، ومريم بقى جايبه ناس تكتب. لا، هي مش كده على فكره. هي مش كده. هي مريم والناس بيكتبوا، وبعد شويه بقت الناس بتكتب ومريم بتوفر فيو، وهكذا. واتمنى ان بعد شويه هتبقى هم بيكتبوا وانا واخده اجازه يعني. فده كان جزء. والجزء التاني ان انا فعلا مصدقه في الشغل الجماعي. انا فعلا بحب اشتغل بشكل جماعي في بالذات المسلسلات. مش جايه من حته ان انا مزنوقه فلازم ناس تيجي تكتب معايا، او انه هيسهلوا عليا او خالص. لا، انا فعلا مصدقه في انه الشغل الجماعي بيطلع نتيجه احسن، بالذات في المسلسلات. فحبيت اخلي الموضوع كده structured ومقنن ومظبوط، عشان برضو ده راجع لطريقه تفكيري. انا عايزه الحاجات واضحه متقاله كده. طبعا بيجي ساعات حتى جوه سرد احيانا مشاكل بسبب التتر، بس هنا بقى دي بقى حاجات فرديه. ان كل واحد شايف نفسه ازاي، كل واحد حاسس هو عايز يبقى فين، طب هو احساسه سابق قدراته ولا معاها. يعني دي بقى ده نوع المشاكل العادي اللي هو في الاخر ده في اي كيان مؤسسي، يعني في اي شركه. لو شركه يعني بنس بلاستيك يعني هيبقى فيها كده برضو بالظبط. لكن الكونسبت العام اتحط في سرد، وسرد دي كتاب كتار، والناس دي حقها الأدبي محفوظ. ورشة الكتابة، فريق الكتابة، بتحسي انه محتاجة تنوعيهم في الإمكانيات والقدرات يعني، ولا كلهم individually كتاب شاطرين يقدروا يعملوا كل حاجة؟ يعني هل أنا محتاج مثلا على الأقل واحد أبقى متأكد إنه بيعرف يعمل باك ستوريز حلوة للكاركترز، على الأقل واحد عنده سنس اوف هيومر فممكن يضيف الحتة دي، على الأقل واحد قاري ومتابع يعرف يعمل اوفر فيو كده بوليتيكلي وكده، ولا لا المهم ان هو يبقى على بعضه كده كاتب شاطر؟ انا بفضل انوع، لانه
انا كمان دايما بيبقى طبعا دلوقتي بقى في كمان فكره انه يبقى في بنت في الورشه او بنتين يعني بقى في الادراك ده كمان. بس عامه بحب او اتعودت انوع لانه في الاخر كنت الهيد رايترز بتوع سرد دلوقتي اللي هم يقدروا يشيلوا مشاريع هم اول ما بدانا ما كانوش هيد رايترز. فانا باديه اصلا فيما عدا الشغل معاك ومع نجلاء الحديني مثلا ونادينا الله يرحمها، كل في معدنته الثلاثه كل اللي اشتغلت معاهم كانوا صغيرين وكبروا. فانا كل واحد من الصغيرين ده كان بيبقى عنده حاجه قويه وعنده حاجه اضعف انا عايزه اقويها، فكنت بجمعهم بالمنطق ده. انا محتاجه نقط القوه دي هشتغل بيها عشان المشروع ده يطلع، بس اثناء البروسيس ده نقاط الضعف بينموها. فعلى مدار المشاريع والسنين هم بقوا الكاتب اللي انت بتتكلم عليه. بس الكاتب اللي هو اللي فيه كل الحاجات ده هو بيتحول لهيد رايتر وبيدخل معاه كتاب اصغر وهكذا ويعمل. وده فكره في سرد انه الناس تفضل تعلم بعض. ودايما بحاول على قد ما اقدر ان في كل مشروع يبقى معانا حد بيبتدي حد جديد يعني كل ما بيبقى عندي الفرصه دي بعملها. سرد ما عملتلكيش مشاكل اللي هو ما امر بس حلو انا عارف يعني هو طبعا للوهله الاولى لازم هيبقى في تفكير انه ممكن يكون في مثلا conflict of interest ما بين مريم بتشتغل consultant في مكان مريم او مريم عندها مشروع ده في سرد ممكن يبقى باسمها بس في حد تاني شايف انه لا ده كان مشروعي whatever. ايه كم المشاكل الاداريه التي تبدو مشاكل اداريه مش مشاكل فنيه مش مشاكل في مهنه الكتابه، لا هي مشاكل انت دخلتي نفسك في مرحله مشاكل بتاعت صاحبه شركه مش مشاكل سيناريست. فاهم قصدك. فده يعني عايزك تقولي لي ايه نوع المشاكل دي وبتسحب منك قد ايه كمريم اللي كانت جايه من فرنسا عشان عايزه تعمل كذا يعني عايزه تتفرج على السينما عايزه تدخل تتفرج على افلام. لا طبعا كان في مشاكل. المشكله دايما الاكبر ليها علاقه بالداينامكس اللي جوه الرايترز روم. يعني احنا هي سبب فيها كتاب كتير بس كل مشروع بيبقى فيه مجموعه مش دايما الناس بتبقى عارفه تشتغل مع بعض. فبدات اتعلم انه لا لازم الهيد رايتر يبقى مرتاح مع الناس والناس مرتاحه انها تشتغل مع بعض. لو حد مش مرتاح ما يشتغلش. يعني فكره جوه الاوضه الواحده الداينامكس دي حاجه مهمه. ما ينفعش نقول لا احنا بروفيشنال حيدوا مشاعركم لان في الاخر احنا شغلنا مشاعر فيها مرتبطه بالمشاعر واحنا يعني مشاعر متحركه. فدي مثلا ده درس اتعلمته. الحاجة التانية لما بتيجي بقى مشاكل اللي ليها علاقة بالتتر بحاول على قد ما اقدر. يعني الاول كان ممكن انا اتفق مع الكتاب على حاجة في التترات بس اجي انفذها مع شركة الانتاج تقول لي لا. فبقيت اتفق اتعلمت بقيت احط في العقد هنكتب التترات ازاي. ممكن الاسماء تتغير لانه اثناء العمل في الرايترز روم ممكن حد يمشي ممكن حد كان واخد دور قد كده دوره يكبر او حد دوره يصغر فبالتالي التتر هيتغير. لكن على الاقل انا مثبته المشروع ده فكره فلان هيشرف على الموضوع. مثلا لو الناس مختلفه يعني هيد رايتر الفلاني معايا ناس بتكتب معايا مثلا تطوير شخصيات انا دي البنود. فبقيت احاول على قد ما اقدر ابقى انا بتفق من الاول مع شركه الانتاج عشان اتفاقاتي لاحقا جوه سرد ما تعملش مشاكل. اوكي. وطبعا الكتاب اللي ما عندهمش خلفيه سينمائيه حقيقيه علاقتهم بالصناعه جايه بس ان هو جاي اول بدايه علاقته داخل سرد من غير ما يفهم الصناعه ماشيه ازاي. هو بيفتكر ان ده جاي من عند سرد بس هو مش فاهم ان في لا على فكره التترات دي اصلا بتاعت المنتج. المنصه ليها الدور المخرج ليه هي مش تترات مش انا اللي عاملاها. انا في الاخر بحاول اوصل لافضل ديل فيما يخص التترات. بس هو التترات مش بتاعت المؤلف مش بتاعت سرد يعني بالظبط. فدي الكبار فاهمينها بس لما بيجي حد صغير ما بيبقاش فاهم ده. فبيبتدي هو كمان ويرفص بقى ويبتدي يبقى فيه فده نوع من المشاكل. وطبعا لما
حد يبتدي الايجو بتاعه يكبر على طريقه سرد، خلاص بيبقى بنوصل لداد اند، لانه هو احنا كلنا في سرد بنحاول يعني بالتبعيه، لو رب البيت يعني فاهم مروض الايجو، فاحنا كلنا بنروض الايجو لانه هنشتغل ازاي. فلما حد ما بيعرفش يعمل ده ما بنعرفش نكمل مع بعض. اوكي. ودي حاجه اداريه بالنسبه لي، مش حاجه فنيه، لانه ممكن يبقى موهوب جدا، ممكن يبقى حرفته شاطر جدا، بس خلاص احنا وصلنا لحته سقف الايجو في سرد اوطى من الايجو بتاع الشخص. وبقيت في الانترفيوز لما باجي ادخل حد بقيت اكلمه عن الايجو من اول قعده، انه احنا ده مكان يعني ايجو فري. انا مش عايزه اركن الايجو تحت. بالظبط، سيبه على الباب. والله العظيم بجد. ده جزء الانترنال، يعني اغلب مشاكلنا جوه سرد ليها علاقه بالجزئيه دي. بره سرد بقى في فكره طبعا انه انا طول الوقت في النقابه وقضايا، انا كل ما مسلسل يطلع حد يبعت يقول ده كان فكرتي. طب يا سيدي دي فكره جايه لي اصلا مش فكرتي اصلا انا كمان، يعني ما احنا جوه سرد، فبيحصل ايه؟ اطلع بقى الايميلات، الفكره جات لي امتى وسجلناها امتى وعملنا ايه. فانا بقيت ولما الناس بتقاضيني انا، مش بتقاضي الكتاب، فبقيت انا اللي متصدره بقى. خلاص انا بقى مشوار النقابه ده بقى تقريبا كل مشروع انا في النقابه بيتحقق معايا، عشان في حد متهمني اني واخده فكرته اللي هي اصلا مش فكرتي. بس في الاخر اللي بينقذنا هنا ان الحاجات بتبقى قديمه عندنا، وان انا برقب وبسجل اول باول. فدي حاجه تانية، دي حاجه انا لانه الكتاب في سرد في مؤسسه، فهم معفيين من بقى الصداع ده. انت عامله يعني درع كده. فهم مش بيتعرضوا بقى خالص لا للقضايا ولا حاجه ولا. طب انت عليكي من ده بايه؟ ايه المزايا؟ يعني ايه اللي حاسه انه بتاخديه من سرد كمؤسسه كتابه سيناريو يخليكي تستحملي المشاكل اللي من النوع ده، اللي هي اصلا مشاكل مش الطف حاجه بالنسبه لاي كاتب يعني. يعني انت لو خرجتني بره البيت لميتنج شغل ببقى متضايق، فما بالك ان انا خارج مشكله او كده. بص، انا بحس اولا سرد بالنسبه لي عيله حقيقي يعني، او البيبي التاني يعني، في مروان وسرد. انا بحس ان احنا وجودنا مع بعض بيخلينا نعمل مشاريع اكتر. فبنعمل، انا عندي طول الوقت افكار كتير جدا نفسي اعملها، ونفسي اتكلم في حاجات كتير ونلعب ونجرب وكده. انا لو لوحدي هعمل ايه؟ مشروعين في السنه بالكتير يعني، وانا اصلا كمريم هو مشروع كل سنتين. ففي الاخر كان هيبقى عندي افكار كتير جدا محبوسه ما بتطلعش. فوجودنا مع بعض بيطلع افكارنا، وده لينا كلنا يعني. حتى الكتاب التانيين ما هو نفس الحاجه، انه ممكن، لان احنا كمان عندنا حاجه في سرد ان مش لازم بالضروره صاحب الفكره يبقى هو الهيد رايتر عليها. فبالتالي احنا الفكره لوحدها كريدت بالظبط. فاحنا يعني عندنا كده اللي هو احنا اي حاجه عندنا فرصه نعملها هنعملها، ونشوف هنقدر نعملها ازاي ونحققها ازاي بالكتاب المتاحين والريسورسز المتاحه. دي حاجه الكتابه الفرديه مش هتحققها لي. فكره كان عندي كده امتنان رهيب لدكتور يحيى عزمي، ان انا شايفه ان انا حد كان محظوظ جدا، اتعلمت كويس جدا، وحاسه ان عندي خبره اكاديميه من التعليم بلس خبره في الكتابه نفسها والرحله. انا عايزه امررها الناس، انا مش عايزاها تقف عندي. حاسه انه حرام. ده لازم يروح لكتاب، وكتاب قادرين يدوا لكتاب اخرين، ما يوقفش عندهم. عشان كده هنا الايجو بقى، فكره الايجو، لان انا في الاخر انا عايزه حد مستعد اللي اخده ده يمرره ويكمل. ده بالنسبه لي حاجه مشبعه جدا 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 بصراحه. وانا يعني ما بحبش قوي يعني، ممكن ادرس بس مش عايزه، ما كنتش عايزه ابقى، ما كملتش الماسترز حتى، مش عايزه ابقى اكاديميه. بعرف ادرس من خلال الشغل، من الخبره والتدريب والتعليم، من خلال تطوير بالظبط حاجات. اوكي. فده انا يعني زي ما تقول ايه الثمن اللي انا شايفه انه عايزه
اجيف باك او ادفعه للمهنة اللي انا بحبها وكنت محظوظة فيها جدا، اتعلمت كويس واشتغلت مع مخرجين كبار جدا. فحاسة انه لا يعني انا عارف انا تمام كده. ما بتقلقيش انه مشاريع سرد تبقى يعني في مشاريع اللي بتبقى عارفين ان مريم هي اللي كاتباها، وفي مشاريع تانية بتبقى مريم موجودة از سرد كمؤسسة، ممكن يبقى في تفاوت في المستوى. ما بتقلقيش انه المستوى الاقل شوية في حد ادنى من الجودة اكيد، بس الاقل شوية مش هقول اقل من مستوى شغلك اللي بتكتبيه لوحدك، لا هو مش شبهك، فما بتقلقيش انه ده يتحسب على اسمك؟ يعني ازاي ك ك لازم اشوف بقى الايجو بتاع مريم هنا، انت اسمك محسوب عليه اعمال مش كلها شبهك ومش كلها بتاعتك، انت تتعاملي مع ده بأريحية ازاي؟ مش فارق معايا قوي بصراحة، اقول لك ليه. لانه عدد الاعمال اللي اتعملت سواء انا لوحدي او انا مع كتاب قبل سرد او سرد يعني كل هو عدد كبير جدا. هذا العدد اولا ما فيش بني ادم لوحده كان هيقدر يعمله، وما فيش بني ادم كل شغله هيبقى بنفس المستوى اصلا. صح. يعني فكره ان احنا الحاجات تبقى متفاوته، انا لو لوحدي هبقى متفاوته برضه. صحيح. فبالتالي ده باكج، ده جزء من الموضوع، ان انا هفضل اشتغل طول ما انا قادره اشتغل، بعمل اقصى مجهود اقدر اعمله سواء لوحدي او مع سرد. وبعدين عارفه ان في حاجات هتبقى اقوى من حاجات هتبقى اكثر حظا من حاجات، بحكم المخرج، بحكم الانتاج، بحكم مين بيمثل، بحكم العرض. في حاجات كتيره جدا بتدخل طبعا. يعني في مشاريع مثلا كان حظها اقل في ان الناس تتفرج عليها، بس هي مشاريع حلوه. فمش شاغله بالي قوي بده، عشان مش ده الهدف الاساسي بتاعي. يعني انا مش الهدف بتاعي، مش باديه من حته انه اسم مريم هيبقى فين. انا باديه من حته انه انا عايزه اعمل الحاجه اللي بحبها. وبعدين نبقى نشوف صادف بقى انه موهبه مع الحرفه مع الحظ مع التوفيق، يعني حاجات كتير عملت في الاخر هذا الكيان. بس مش ده اللي انا بسعى له. اوكي. يعني تفتكري في احتمالية انه يبقى في شركات زي سرد او مؤسسات أكيد تعمل نفس الدور؟ أكيد أكيد، لا أكيد. هو على فكرة كويس، حلو طبعا. مش حاجة وحشة. يعني هو في الآخر أنا بحس إن في أفكار كتير جدا، لكن الأفكار ما بتاخدش وقتها في التطوير. أصحابها مش بالضرورة عندهم الحرفة الكافية والخبرة الكافية، وأحيانا الموهبة الكافية إن هم يعملوا منها مشروع حلو. فبيطلع مشاريع نص نص من أفكار حلوة. طب احنا عايزين الأفكار الحلوة تطلع مشاريع حلوة. التكاتف ده بقى ممكن يعمل ده، ان الناس، بس كمان ان الناس يبقى عندها الوعي بنفسها، انه انا محتاج ادخل تحت مظلة حد عنده الخبرة الاكتر ولحد ما ابقى زيه. هو مش ان الناس هتبقى تحت حد وتفضل تحته طول العمر، بس محتاجين اكتساب شوية حاجات في الشغلانة، من غيرها المشاريع بتطلع مديوكر. اوكي. فصاحبها بيتصنف مع الميديوكر. طب ليه ما تروح مع الشاطرين هيشطروك وياخدوك لقدام؟ صحيح. فحاسه بالعكس، انا حاسه ان دي هتبقى حاجه كويسه، بس تتعمل كويس. طب ليه ما استغلتيش وجود كيان زي سرد في ان انت دخلتي اصلا الموضوع كله عشان السينما والافلام، بس بعد 1-0 يعني بقيتي قبل سرد وبعد سرد مسلسلات بس، مع ان دلوقتي عندك فرصة ان ممكن سرد كمؤسسة تديفلوب افلام نفسك تعمليها. ايه الناس ممكن ما تبقاش فاهمة قوي الفرق ما بين تروس العجلة السينمائية وتروس العجلة المسلسلات او العجلة التلفزيونية. بص هقول لك حاجة، لحد من 2 تقريبا كان نوع الأفلام اللي كان ممكن نعمله
لان احنا عندنا سمعة ان احنا بتاع مسلسلات، مش اللي احنا عايزين نعمله. اوكي. وكل سرد بيحبوا السينما وعندهم افلامهم، بس هي افلام في الاخر كل واحد بقى شبهه، كل واحد فيلمه شبهه. فمحتاجة كانت ان السوق في السينما يفتح لانواع اكتر، وده حصل في السنتين 3 اللي فاتوا. وبالتالي احنا دلوقتي بدأنا نشتغل على افلام لان حاسين انه ممكن تتعمل. بس بشتغل بقى بمنطق ايه، ان انا البروديوسر بس مش كممول، بس البروديوسر عشان ازق مشاريع اللي انا مصدقه فيها، اللي عايزه حد وراها نفسه طويل ويعافر لها. اوكي. ما هي السينما عايزه نفس طويل عايزه برضو، نفس طويل. الا لو حاجه بقى مطلوبه، اللي هو النجم الفلاني عايز نوع فلاني، تعالى اعمله تمام. بس لان احنا مش بنشتغل قوي في الحته دي، او نوع مشاريعنا مش راكبه، البازل مش راكب، فمحتاجه معافر. هي حركه السينما تقيله يعني، اللي هو تحريك مشروع السينما تقيل، بالظبط. لكن بقى ده موجود دلوقتي. اوكي. انت على سيره النجم الفلاني اللي عايز كذا، يعني احنا تقريبا شغلنا بيبقى يا اما حاجه انا نفسي اعملها، بروايه عجباني وانا اللي عايز احولها، او قصه عندي وانا عايز اعمل لها اعملها فيلم او مسلسل، او حد منتج او مخرج او نجم يقول لي انا عندي كذا وعايزك تكتب السيناريو. انت بتحسي بفرق، يعني بتحسي بفرق في علاقتك بالمشروع ما بين تعالي يا مريم انا عايز اعمل كذا ايه رايك، وان انت يبقى عندك حاجه بصي يا فلان انا عايز اعمل ده، في فرق في العلاقه مع المشروع؟ لا، او يعني فرق بس في نقطه الانطلاق. بس وانس ان احنا بدأنا، لا بس جايز انا ما اتحطيتش قوي في الموقف بتاع ان انا في فكره مثلا عند نجم تعالي اعملي الفكره دي تحديدا. قعدت الاعداد دي كتير، بس مش قادره افتكر دلوقتي مشروع قام بالطريقه دي. اللي بيحصل غالبا انه جهه الانتاج عايزه تعمل للنجم الفلاني، او عايزين يطلعوا حد، او النجم نفسه او النجمه عايزيني اتعاون معاهم. ودي ما عنديش فيها غضاضه، ما بحسش ان فيها مشكله، لانه في الاخر احنا عددنا قد كده، فاحنا كده كده هنشتغل. مين عنده حماسه انه يقوم المشروع مش مهم، مهم المشروع يقوم. لما ده بيحصل بيجي لي المشروع مش مبادي من عندي، فبدور على الفكره اللي انا عايزه اعملها، اللي بتفت جوه او مناسبه للتركيبه دي. اوكي. فحتى الحاجات اللي باديه وانا عارفه مين اللي هيمثلها، هي في الاخر يا روايه انا عايزه اعملها، يا فكره عندي او عند حد من سرد عايزين نعملها. بس ده في حاله لو اللي بيطلب مود او عالم بشكل عام، لكن احيانا بيطلبوا انا عايز اعمل الروايه الفلانيه مثلا. لو الروايه عجباني هعملها. اوكي ما عنديش مشكله. وساعات بيبقى في فورمات، بيجي لنا او الفورمات اجنبي مثلا. بالظبط. لو حاجه عجباني هعملها. يعني ما اعرفش، انا ابسط بكتير من الخناقات. اصل على فكره هي لو فالنط اللي احنا بنقوله ده هو بيرجعنا للايجو. ان هي الفكره جايه من عند مين. مين صاحب البناء. انا بقى ده كله بالنسبه لي يعني بتخطاه. انا في الاخر عايزه اعمل مشروع حلو، طالما الطرف الاخر مش هيستغل انه هو جايب المشروع انه يصدر الايجو بتاعه عليا. ايوه. بس لو احنا الاتنين خلاص في الحته دي، يعني أنا مثلا في ناس لا انا ما عنديش مشكله خالص ان هم تعالى اسمع الافكار. يعني نيلي مثلا، انا نيلي ممكن اقعد اسمع من نيلي كريم، اقعد اسمع من نيلي كريم افكار كتير جدا، لان انا عارفه ان احنا في الاخر لو اخترنا نعمل حاجه هو بقى المشروع بتاع المجموعه. بسمع أمينة كتير، يعني بسمع الناس اللي العلاقه الانسانيه ما بيننا خلقه نوع من الثقه يخليني ما اقلقش. لما بيبقى حد جديد اول مره هنشتغل مع بعض، بيبان بقى بعد شويه بيبتدي يبان احنا داخلين على حته امان ولا حته مش هتبقى ظريفه. لو مش ظريفه انا هكمل المشروع بنفس الالتزام والاخلاص، بس مش هكرر التجربه. وده اللي دايما حتى بقوله لهم في سرد، انه احنا طالما بدأنا احنا مكملين
الا يعني لو في فورس ماجور مخلينا مش عارفين نكمل المشروع، وحصلت لي قبل كده. لكن احنا مكملين. ايه الدرس المستفاد؟ مش هنشتغل في نفس التركيبه دي تاني، ايا كان بقى ايه العنصر اللي مش عايزين نشتغل معاه تاني. اوكي. على سيرة نيلي وأمينة، آه، مش ما يعني ما بتحسيش انه ممكن العلاقة الوطيدة ما بين السيناريست والنجم تبقى مؤثرة على احساسك بالشغل؟ يعني ان انتوا تبقوا صحاب، ممكن في وقت تحسي انه رأيها له خاطر صحوبية مثلا غير الرأي الفني، ولا بتعرفي تفصلي؟ لا بعرف افصل. اوكي. لا بعرف افصل يعني تماما. اللي هو تقولي لها لا ده مش هينفع. لا او بفصل تماما. اوكي. م-م. اوكي. انا مستمعه جيده جدا، مهم. بسمع كل حاجه بتتقال من كل الناس، بس بعد كده بفلتر وبيبقى عندي اسبابي، اللي هو مش لا وخلاص، هو لا عشان 1 2 3. اقنعيني ان 1 2 3 دول انا غلط فيهم. لو اقنعتيني وطلعتي صح هعملها. اوكي. بس هو انتي بتقنعيني ايه، او بنقنع بعض بناء على اسباب واضحه، مش ايوه. انا نفسي في كذا، لا انا ما نفسيش يعني. وانا حاسه. بالظبط. انا مش اه حاسس كده. طيب، هل ممكن دلوقتي تبصي على حاجه من شغلك من فتره، من 10 سنين مثلا او اكتر، وتحسي انه يعني كان ممكن اعملها احسن، او انت في شغلك انت كسيناريست مش المشروع كله تعيدي تقييم بناء على خبرات كذا، ولا متصالحة تماما مع ما تم بالفعل على اساس ان انت ساعتها عملتي اللي عليك؟ لا متصالحة، لأنه كل حاجة في وقتها كانت أقصى حاجة عندي أقدر أقدمها كخبرة وكنضج. مهم. مهم. ما أنا في الآخر دلوقتي أكيد أنا أنضج دلوقتي. أنا دلوقتي بالذات مثلا حاجات اللي هي فيها تاريخ أو اجتماعي أو ذات مثلا، وأنا وجهة نظري دلوقتي غير وجهة نظري من ساعتها 15 سنة. طبعا. بس في الآخر هي بنت اللحظة وقتها. بتاعتها وأنا راضية بيها. اوكي. لكن ما بيوصلش خالص لدرجة ان انت لما يجي يتعرض مثلا قدامك حاجة تقولي لا ايه اللي انا عملته ده، او مثلا ما فيش حاجة كده؟ لا انا اوكي. بحس انه يعني مش مخي مش راكب، عارف، مش بيفكر بالطريقه دي. بحس اوكي. انه دايما ببص انا مثلا يعني ممكن اشوف ان انا كان ممكن ابقى الحرفه فيها حاجات مهم. دلوقتي انا مم. اشطر فيها، او ذاكرت اكتر، اتعلمت حاجات اكتر. مم. فكان ممكن مثلا احكي بطريقه مختلفه، مم. ادخل في القصه اسرع، اعمل يعني شويه حاجات كده. مهم. بس بقول خلاص في اللي جاي. بنتعلم يعني. لما افتكر شغلي القديم او اقرا حتى الحاجات اللي ما اتنفذتش، احس ان انا كنت ملعلع يعني فاهمه اللي هو في آه، آه، تدفق في الافكار، وفي المعيه كده في طريقه الحكي والكتابه، مع المشاكل اللي ليها علاقه بالخبره موجوده، بس هو فريش اكتر. في حين ان انا دلوقتي ممكن كل ما له علاقه بالخبره يبقى متوفر، واعرف اخلص اسرع، واعرف اعمل حاجات تبدو حلوه يعني، بس مش ما فيهاش الوهج بتاع وانا اصغر سن. انا متفقه معاك في دي، لان بقى ذهننا حاضر. التفكير، الجزء الذهني في العمليه بقى حاضر اكتر من الجزء اللي كنا احرار فيه. يعني خيالنا واحنا اصغر بيبقى متحرر اكتر، لانك مش شاغل نفسك لا بحسابات السوق، ولا بده هيتنفذ ازاي، ومحتاج ميزانيه قد ايه، وهيتباع ولا مش هيتباع. كل ده ما كانش موجود خالص. كنا فالخيال كان هو اللي سايق. صح. طبعا متفقه معاك تمام. هو مش دلوقتي الخيال موجود بس مش هو اللي كانت سايق. الهوايه اكتر من الاحتراف يعني. اه اوكي. طيب، اخر سؤال. ماشي. لو في تأمين كامل للجانب المادي، يعني اللي هو دخلك زي ما هو، بس تشتغلي شغلانة تانية غير الكتابة والسينما، بتحب تشتغلي ايه؟ بحب اشتغل يعني بحب الهندسه المعماريه جدا.
يعني ده اصلا اللي كنت عايزه ادرسه قبل يعني كنت بدرس رياضيات عشان ادخل عماره قبل ما اقرر ادرس سينما. فبحب الهندسه المعماريه جدا، بس مش بالضروره ابقى عايزه اشتغلها، بس بحبها. ما كنت بسألك عندك استعداد دلوقتي تدرسي وتشتغل؟ لا اصل الحاجه اللي بحبها قوي يعني مش هينفع اشتغلها. يعني انا كنت احب ابقى رقاصه. الله، ما ليه ما ينفعش ليه؟ والله بجد انا بحب الرقص بشكل رهيب. يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن يعني مثلا بجد اللي هو لو خرجنا لو في رقص انا مكمله، مفيش انا هروح انام تصبحوا على خير باي باي. انا بس لا بحب المزيكا والرقص جدا، الرقص بانواعه يعني بكل فكره ازاي ان المزيكا والرقص بيخلوك تنسى خالص كل الحاجات وتبقى في حته تانية لوحدك. طب حلو ده. يعني ده بس يعني كان لازم تسالني السؤال ده من 20 سنه. ليه يعني حد يعني ما حدش عارف اللحظه المناسبه امتى. ايوه بالظبط. مبسوط ان قعدت معاكي القعده دي. السيناريست والسيناريست مش عايز اقول الرقاصه. انت اللي اخترتي. والمعماريه، المهندسه المعماريه. السيناريست. مريم نعم، ميرسي جدا جدا جدا. ميرسي ليك يا وائل، انا استمتعت جدا جدا. تسلمي، شكرا.